النهارده احنا في دهب، المدينة اللي بيتقال عنها انها اجمل رحلة هروب من زحمة الحياة. هنا الكل بيهرب للجمال دوت وبيكون نفسه ما يرجعش تاني. جبال من الجمال وبحر رائع وهدوء يخليك تنسى العالم. المكان اللي كله فيلات وبيوت بسيطة كده جميلة جدا، بيكون من داخلها في حمامات سباحة وبتطل على البحر. تقدر تركن العربية بتاعتك لو انت مقيم هنا. المية هنا رايقة جدا زي ما وريناكم كده، مفيش أي موج. فبتأجر عربية سعرها تقريبا من 200 ل 250 جنيه. النهارده هدفنا واضح، وهو اننا نلاقي اجمل شاطئ مفتوح في دهب. هنلف وندور ونشوف كمان ايه اللي بيخلي البحر هنا ساحر ومختلف عن اي مدينة ساحلية تانية. النزول المية هنا مفتوح، يمكن دي حاجة من أحلى الحاجات اللي في دهب. مفيش أسوار ولا حاجات تقفل، حرية بمعنى الكلمة يعني. احنا النهارده موجودين في الشاطئ الرملي الوحيد، اكتر شاطئ ممتع ممكن تيجي تقضي فيه الوقت بتاعك هنا في دهب. شاطئ اللاجونه، الشاطئ اللي موجود في جنوب مدينه دهب. علشان توصل لهنا ممكن تمشي 30 دقيقه او تاخد عربيه. السعر بتاعها غالبا بيتراوح من 150 ل 200 جنيه، بيوديك طبعا وبترن عليه بعدها وبيرجع يجيبك. وفي اوقات طبعا بياخدوا 250 جنيه. انا اخر فرد واقف على الارض، مفيش نظام التاني. زي ما انتم شايفين نظام القعاد هنا بيكون بالشكل دوت، مختلف خالص عن الشمسيات اللي معروفه في اغلب مصايف مصر. ويمكن دي حاجه من الحاجات اللي انا بحبها هنا، ان انت بتبقى قاعد على الارض، عايز تمدد هتمدد. القعده كلها بتبقى عباره عن فرشه زي ما انتم شايفين كده. واضافوا ليها الفتره الاخيره، مع ان دوت زود في السعر يعني جامد، او يمكن كل حاجه زادت يعني. هو التندة اللي فوق، او مش تندة يعني، الفرشه اللي محطوطه فوق اللي هي بتقلل او بتمنع الشمس يعني، بحيث انك تخليك تقعد تستمتع. اي حد بيجي بيقعد هنا بيركن العربيه ورانا زي ما انتم شايفين، مع اكله وشربه ومشروباته والميه بتاعته، كل حاجه هو محتاجها. بيبدا ينزل الميه ويجي يريح هنا ويستمتع بالفيو الرائع اللي قدامكم ده. وده بيعتبر واحد من اجمل الشواطئ اللي موجوده هنا فعلا في دهب. هنا طول ما انت قاعد هتلاقي كتير شباب بيلفوا بالعجل بتاعهم، بيبيعوا طبعا كل المشروبات اللي انت ممكن تتخيلها، اي اكلات خفيفه، حاجات كتيره. الشاطئ اكتر حاجه بتميزه ان فيه جزء كبير رملي، فبيكون مناسب جدا، ما فيهوش اي موج زي ما انتم شايفين. فبتقدر تستمتع بالميه والهدوء اللي انتم شايفينه ده. كمان بره في اماكن للقعاد وريناها لكم، او لسه هنوريها لكم لسه حسب ترتيب الفيديو يعني. تقعد فيها براحتك، بتركن العربيه كمان وراك، تحط فيها كل مستلزماتك لو انت معاك عربيه. اما لو مش معاك فبتأجر عربيه سعرها تقريبا من 200 ل 250 جنيه، بتجيبك وبترجع تاخدك تاني في الوقت اللي انت بتتصل بيه قبلها بنص ساعه علشان يجي ياخدك يعني. المكان زي ما انتم شايفين بيكون ورانا كده مجموعه اليخوت اللي بتيجي تنفذ الغطاسات او السنوركلينج المختلفه، اللي بتكون رحله لمدتها يوم واحد. هنا كمان بيكون في مجموعه من القوارب اللي تقدر ان انت تأجرها، او كمان الكاياك اللي بيكون حجمه صغير واللي بيكون مناسب لفرد او فردين. بتقدر تيجي تقضي ساعه او نص ساعه في وسط الميه، بتستمتع بالهدوء، ما بيبقاش فيه اي مخاطر زي الكاياك اللي جوه دوت، اللي بيخليك طبعا ان انت تمشي في الميه، مفيش اي موج. لو انت مالكش في العوم قوي فمش هتتقلب في الميه، فبتحس بالامان اكتر. وانت موجود هنا في دهب، من كتر الشواطئ وتنوعها بتقدر ان انت كل يوم تقضيه في مكان شكل. ان شاء الله في الحلقه ديت، او ما اعرفش هيكون في حلقات منفصله حسب ما الحلقه تجيبنا يعني، هيكون في مجموعه شواطئ تانية زي الشواطئ اللي بتكون في منطقه الفنار هناك، او اللايت هاوس اللي بتبقى داخل المدينه. ومجموعه الشواطئ الخارجيه المشهوره اللي هي الرحله الاشهر، اللي بتكون فيها 3 اماكن زي البلو هول، هو مقبره الغطاسين، واللي كنا عاملين عنه حلقه قبل كده. المره دي هنحاول يعني نغطيها بشكل مختلف. وابو جالوم، ودي ما رحناهاش قبل كده. الميه في التوقيت دوت بتعتبر رائعه جدا. احنا بنتكلم عن ميه فعلا دافيه مش ساقعه. احنا في شهر 11، ما اعرفش الفيديو يعني حسب ما هيتكتب له ان ينزل ليكم، بس هنحاول طبعا ينزل بسرعه، بحيث ان اللي يشوف الحلقات ومحتاج ان هو يجي ده بيستفاد بشكل اكبر، ما يكونش الشتاء دخل يعني لسه. This part of my life is called peace. الميه هنا رايقه جدا زي ما وريناكم كده، مفيش اي موج، مفيش طبعا غير صوت الميه بس وبعض اصوات الناس الخفيفه. لكن طبعا الفتره الاخيره مشكله بقت في نوعيه الناس اللي بدات تيجي هنا، اللي بيشغلوا سماعات وبداوا يزايدوا على بعض. تبدا تسمع دوشه، ما بقاش في صوت طبيعي للاسف، بقى في صوت اغاني. مش ضد الاغاني طبعا، اللي عايز يسمع يسمع، بس يبقى الصوت على قده. او يمكن في ناس كتير جدا ما تعرفش ان يختاروا حاجه اسمها سماعات. بالمره طالما انت كده كده جيت هنا، فحاول ان انت تستنى لحد الوقت بتاع الغروب اللي انتوا شايفينه ده، لان المنظر هنا بيكون خرافي جدا، مش هتشوفه في اي مكان تاني. خليك لحد ما تحضر الوقت دوت علشان تستمتع بيه وكمان تتصور معاه. بالنسبه للاسعار، فالفرشه ديت اللي بقى عليها المظله اللي فوق دي بقى سعرها حاليا 200 جنيه. افتكر من كام سنه كان يعني ب 10 جنيه او ب 20 جنيه، اللي تبقى ست بدويه كانت بتبقى قاعده هنا يعني. الوضع دلوقتي حاليا اختلف. المواصلات زي ما قلنا لكم بتتكلف 250 جنيه. اما اغلب الوقت في
في شباب بيعدوا بيعرضوا منتجات ان انت ممكن تشتريها، تقدر تاخد منهم اي حاجه انت محتاجها يعني. والافضل طبعا ان انت بتجيب حاجتك معاك يعني، اي حاجه ثانيه ناقصاك بتقدر ان انت تشتريها منهم. كل حاجه تحتاجها حتى لو الشاي في ناس هنا بتعمله، بما فيهم طبعا الستات البدويه اللي بيبقوا موجودين هنا، بيجيبوا لك البراد لحد عندك بتصب منه زي ما انت عايز يعني.